هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في ساعة المنتدى لمساء هذا اليوم السبت الأول من نوفمبر. معكم آمال علي، أحييكم وأعتذر بداية عن غيابنا عنكم في يوم الأربعاء الماضي نتيجة لعطل فني. في مساء هذا اليوم يرافقني الزميل جمال عثمان حمد من ميلبورن، حيث نقدم لكم ساعتنا سويا والتي تحوي على فقرات متنوعة. دعوني أرحب بجمال أولا. مساء الخير يا جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير أيها المستمع والمستمعة الكريمة. أهلا بك جمال. في بداية هذه الساعة جمال سنبدأ بالأخبار وننتقل إلى فقرات متنوعة عدة، ولكن ماذا ستقدم لنا أنت جمال في هذا اليوم؟ سأحاول إلقاء الضوء على الانتخابات القروية والبلدية التي أقيمت في الإقليم الأوسط في إريتريا، وكذلك نحاول البحث عن خلفية لطريقة الجبهة الشعبية في التعامل مع الانتخابات، سورية كانت أم ديمقراطية. نعم، سنعود إليك جمال، ونبدأ أولا بالأخبار. ابقوا معنا أعزائي المستمعين وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، ناشطو جماعة التحرير يتحدثون عن معاناة الشعب من الداخل، مصادفات وخلافات بين طلاب كلية ماي نفحي
وحالة من التوتر إثر أنباء عن نشوب حرب مع إثيوبيا ومقتل 2 من طلاب الخدمة الوطنية أثناء محاولتهما الهرب من سجن بريما كانتري في بارنتو. تفاصيل الأخبار. في خطوة نوعية أدلى نشطاء من حركة جمعة التحرير بلقاء صحفي مع كل من الصحفي البريطاني المعروف مارتن بلاوت والفرنسي ليونارد فينسنت، وبالتنسيق مع إذاعتي صوت المنتدى وراديو إرينا، بحديث من داخل أسمرة، حيث تحدث الناشطان سامي وتمزغن، وهي أسماء مستعارة حرصا على سلامتهما، تحدثا بإسهاب وشجاعة عن الأوضاع التي يمر بها شعبنا في الداخل والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تضيق على الشعب منذ سنوات طويلة. وردا على سؤال حول تزايد تدخل قوات الدمحيط الإثيوبية إثر التوترات الأخيرة في البلاد وإحكامهم الطوق حول أسمرة وضواحيها، قال أعضاء جمعة التحرير إن سكان أسمرة يتجاهلون بوضوح نداءات التدريب العسكري التي أعلنها النظام، وذلك في تعبير حازم منهم عن رفضهم لقرارات العسكرة الإجبارية للمجتمع. وأرجع أعضاء جمعة التحرير مسببات تزايد أعداد المعارضة الإثيوبية بضواحي أسمرة إلى رغبة الحكومة الإريترية في إخماد الرفض الشعبي المتنامي حيال القرارات الحديثة للتجيش العسكري الشعبي داخل أسمرة من خلال قوات المعارضة الإثيوبية الدمحيط. وتحدث سامي وتمزغن عن نشاطهما في جمعة التحرير وعن كيف أنهما كانا يتجنبان قوات الأمن وهما يعارضان محاولات التجنيد الإجباري. ويقول سامي: كنا ننام في الطرقات كالمشردين، وكان البرد قارسا، وكان رجال الأمن يمرون من فوقنا، وعندما يبتعدون كنا نقوم بوضع الملصقات على الحائط. وفي ختام المحادثة أكد ناشطا جمعة التحرير أن الظروف القاهرة هي التي دفعت بهما إلى إجراء هذه المحادثة من داخل الوطن في خطوة شجاعة ومعبرة عن روح التضحية. وقال: من خلال هذه الخطوة نريد الإبلاغ عن المعاناة القاسية التي يحياها شعبنا الإريتري، وكذلك اختار النظام وإعلامه بأن هناك أبطال من مناضلي التغيير يناضلون لتعرية النظام القمعي من خلال تواجدهم في قلب المعاناة. وعلى صعيد ذات صلة يذكر أن الحكومة الإريترية واحتواء لتداعيات كارثة لامبيدوزا كانت قد كلفت المعارضة الإثيوبية للقيام بحملة تجنيد إجباري واسعة النطاق للشباب الإريتري، وقياسا على ذلك وبناء على الرفض الشعبي الواضح والمتنامي لحملات التجنيد القسري نجد النظام يتخوف من تحول الصمت الغاضب للشعب الإريتري إلى انفجار. لهذا قد وضعت قوات المعارضة الإثيوبية في حالة استعداد قصوى لمجابهة احتمال الانفجار الشعبي المتوقع. شهدت كلية ماي نفحي الأسبوع الماضي خلافات كبيرة واسعة بين الطلبة من أبناء عامة الشعب وبين الطلبة من أبناء كبار المسؤولين في النظام الحاكم. وتأتي هذه الخلافات التي تدخل فيها كبار المسؤولين بإرسال وحدات عسكرية إلى الكلية لتهدئة الأوضاع، تأتي على خلفية فضيحة أخلاقية تعرض لها أبناء مسؤولين كبار، مما جرى ردة فعل شرسة أدت إلى التدخل بقوة لفض هذه الخلافات. ويذكر أن أبناء المسؤولين كثيرا ما يزاودون على أقرانهم بأنهم أكثر أحقية في البلاد لما قدمه أبائهم من خدمات سابقة، بينما يدافع أبناء عامة الشعب بالقول بأن الكل دفع وما زال ثمنا غاليا من أجل هذا الوطن والكل له حق فيه. هذا ولا تزال وحدات عسكرية ترابط حول الكلية تحسبا لتجدد الخلافات بين الطلبة. تشهد البلاد نوبة من التوتر والقلق العام إثر انتشار أنباء عن احتمال خوض النظام أسمرة حربا مع إثيوبيا في منطقة عصب، وقد أدى هذا الهلع إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك في أسعار المحروقات والمواد الغذائية خاصة نتيجة لإقبال أعداد من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبا لما قد تؤول إليه الأوضاع في حالة نشوب الحرب المدعى. وفي الإطار نفسه شهدت ضواحي مدينة تسناي نشاطا متزايدا في عملية سحب وإبدال العملة المحلية النقفة من البنوك بالجنيه السوداني تحسبا من الأوضاع القادمة.
قتل 2 من طلاب الخدمة الوطنية أثناء محاولتهما الهرب من سجن بريماكنتري في بارنتو. وذكرت مصادر المنتدى أن النظام يستخدم السجناء الفارين من الخدمة الوطنية في عملية حصد المحصول الزراعي، حيث يضطر هؤلاء السجناء للمشي أكثر من 12 ساعة يوميا للعمل في جني المحاصيل. هذا ويحاول الكثيرون الهرب من هذه الظروف القاسية حتى لو كلفهم الأمر حياتهم. وفي سياق مشابه ما زال عدد الهاربين من قبضة النظام أسمر إلى السودان في تزايد مستمر وبوتيرة عالية، حيث أكدت مصادرنا وصول 288 شخصا إلى معسكر الشجرة في السودان الأسبوع الماضي، ومرور أعداد مماثلة إلى الخرطوم. وتقوم المنظمة الدولية للاجئين بتسجيل كل الوافدين من إريتريا بشكل دائم. نهاية النشرة. إذن عودة مجددة إلى زميلي جمال عثمان همد في ملبورن. جمال، يعني كما تابعنا معا اليوم وفي صدارة أخبارنا جمعة التحرير، شباب جمعة التحرير الذين تصدروا الأخبار بموقفهم الشجاع بما يقدمونه لهذا الوطن رغم التوترات ورغم الظروف الضاغطة التي يمرون بها ويمر بها الوطن، ورغم استخدام النظام لقوى أجنبية لقمع هذا الشباب يعني تحت مسمى الخدمة الوطنية. فأنا أود هنا أن أوجه لهم تحية خاصة جدا يعني وحارة جدا باسمي وباسم أسرة المنتدى، ونؤازرهم ونشد من على أيديهم ونقول لهم نحن فخورون بكم ونحن معكم. جمال. نعم أمال، جمعة التحرير هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية القوية الفعالية داخل إريتريا، وهي لم تبدأ اليوم، عندها سنوات في هذا الشغل الشاق والمهم، وهي تقوم أيضا على عدد من الشباب والشابات الشجعان. يجب الانتباه لهؤلاء الناس ودعمهم معنويا وبأشكال مختلفة من أجل مزيد من الضربات لمفاصل هذا النظام. نعم. الجديد في الأمر أمال أنه وجود هذه القوى الأجنبية لتأمين سلامة النظام والحراسات الخاصة بالعصبة، والآن بدأوا في الاصطدام المباشر بالسكان، وهذه واحدة من المشكلات التي يحاول النظام الزج الشعب الإريتري بجيرانه كما حدث في ثمانينات القرن الماضي. نحن والجميع ضد هذه القوة التي يتجاوز عددها 20,000 حسب تقارير دولية، وهي تحاول من خلال النظام طبعا أن تحدد سير مستقبل إريتريا للمرحلة القادمة. من أجل وحدة الشعبين وعلاقتهم ببعض، نتمنى من القوى المعارضة الإثيوبية أن لا تلعب هذا الدور بالتأكيد، وأن تنأى بنفسها من مشكلات الشعب الإريتري. وما حدث في الثمانينات ليس ببعيد، وقد أثر بشكل مباشر في علاقة الشعبين الإريتري بالإقليم المجاور له، إقليم تيغراي. نعم جمال، يعني بالتأكيد هذا أمر مهم جدا، وليس يعني القوى الإثيوبية فقط، وحتى يعني القوى الوطنية داخل إريتريا يجب أن تنتبه تماما إلى يعني دور هذه القوات الذي قد يكون له تأثير سلبي وخطير على مستقبل الوحدة الوطنية وعلى مستقبل الكيان الإريتري. إذن جمال، ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو الانتخابات الإقليمية السورية. ماذا يحدث هناك؟ أعلن النظام من خلال الصحيفة الوحيدة الناطقة باسم العصبة في إريتريا عن انتخابات جرت في 19 إلى 22 أكتوبر المنصرم في مديريات بريخ وقالة نفحي وسرجقة. هذه الانتخابات الشكلية إذا صح التعبير جرت في هذه القرى والمدن والبلدات دون المدن. وقد أعرب حسب الخبر طبعا السكان عن سرورهم البالغ
لسير الانتخابات، وهذه المنحة التي أعطيت لهم. إذن هي منحة يمكن أن تؤخذ ويمكن أن تعطى ويمكن أن تنتزع. عموما هذه الانتخابات الشكلية أو القراقوشية إذا صح التعبير في القرى والمدن هي شكل من أشكال الرماد في العيون، وهي لا تتسق مع الرئيس طبعا في موضوع الانتخابات والديمقراطية والتعددية السياسية. نعم. كما إنها الغريب في الأمر أنه تجري في القرى والبلدات وتمنع حتى وهي شكلية أيضا عن المدن. هذا الأمر من خلال بحث لتجربة الجبهة الشعبية نجد أنه عنده أصول. ففي فترة مرحلة التحرر كانت تجري انتخابات، ولكن هذه الانتخابات بتجري بشكل مختلف جدا، انه الجهة الرسمية او المهيمنة هي التي تحدد الناس والمرشحين بالضرورة، وهم مجموعة من الموظفين الحكوميين وأعضاء الحزب، ثم تأتي بواحد أو اثنين من السكان بمواصفات محددة وتضعهم وسط هؤلاء ويجري التصويت. طبعا والنتيجة تكون معروفة سلفا، ويسمى هذا هو المجلس البلدي. واحدة من أعمال هذا المجلس ليس طبعا يعني خدمة السكان، ولكن هو له بعد أمني وبعد مراقبة حركة السكان في هذه القرية أو تلك. التجربة في الجبهة الشعبية تجربة الديمقراطية عندهم رأي فيها، وهذا الرأي لا يقف عند حدود الرئيس، بل هو أعتقد عنده جذر فكري قديم، وهو قائم على تجربتي كيم إل سونغ في كوريا الشمالية والخمير الحمر في كمبوديا. نعم. أيضا مثل هذا التفكير أمال يعني أدى إلى أنه بتكون في نخبة بتفكر نيابة عن الجميع ومن أجل مصلحة الجميع، لأنه بيعتقدوا أنه السكان أو الجماهير أحيانا بتقف ضد مصالحها. هذه التجربة أعتقد إذا صحت أنه نطلق عليها تجربة، ليست من بنات أفكار الرئيس فقط، بل هي ضمن الرؤية الفكرية التي حكمت فترة من الفترات داخل الجبهة الشعبية. عموما مثل هذه الانتخابات الصورية حتى وأن مقصود منها ذر الرماد في العيون، إلا أنها لا يغيب عن القائمين عليها البعد الأمني والبعد الاستخباري في مراقبة حركة السكان وفي سكناتهم وتحركاتهم واحتمالات. دائما الجميع محتمل أنه يعادي النظام، الجميع محتمل أنه ينتفض في إريتريا، ولذا فالنظام يتحسب لمثل هذه الانتفاضات الشعبية بهذا الشكل اللي رأيناه في أو قرأناه في الخبر في صحيفة إريتريا الحديثة. نعم. نعم جمال، يعني المشكلة في نظام أسمرة وفي الأنظمة المشابهة، يعني هي تعتقد أنها يعني تغيب وعي الشعب بأن تمارس عليه هذا النوع من يعني التجهيل وهذا النوع من الاستخفاف بإمكانات الشعب، أنها تمنحه الحق للانتخاب كما قلت يعني. واللغة التي ورد فيها الخبر عن انتخابات الأقليم هي أكثر استفزازا مما يحتمله هذا الشعب. يعني هذا حق للشعب، وحق لا يعطى من قبل سلطة ديكتاتورية كسلطة نظام أسمر القائمة. وعموما يعني هذا أود أن أؤكد أن المواطن اليوم لا تهمه انتخابات إقليمية ولا غيره في وقت يضيق به يعني العيش، ارتفاع الأسعار، يعني أزمات في المياه، أزمات في الكهرباء، أبناء لا يعرف مصيرهم وإلى غيره، يعني وإلى آخره من المأساة التي يمر بها شعبنا للأسف. فبالتالي كما قلت ذر الرماد في العيون. جمال، هل من إضافة في هذا المجال؟ لا أضيف للذي ذكرتيه، لكن كما قلنا أنه الآن الأولوية هو الأمن، الأولوية التعليم، الأولوية الصحة. وفي ذات الخبر الذي يعني بنلاحظ أنه في مشكلة في ذات القرى
عن عدم وجود أدوية، عدم وجود سيارة للإسعاف، عدم وجود أساسيات الحياة. للتمريض، نعم أساسيات نعم الحياة. طيب نعم الفائدة العيادة شنو ما دام ما فيها الدواء ولا فيها غرفة بالضبط. ولا فيها سيارة الإسعاف؟ نعم فأعتقد الخبر نفسه يعني الصحفي وضع في وضع لا يحسد عليه في انه يكتب ده ويكتب ده في ذات الخبر. نعم فاساسيات الحياه مفقوده، وبالتالي الناس تحتاج للامن والعلاج والعيش الكريم. بعد ذلك يمكن ان تكون في انتخابات او غيرها من بالتأكيد الأشكال التي يحاول أن يديروا بها الناس أنفسهم بأنفسهم يعني. نعم نتمنى أن يأتي هذا اليوم الذي يكون فيه لشعبنا الحق في أن يختار وأن يحدد يعني سلطاته الإقليمية والتشريعية والتنفيذية وغيرها من كل السلطات التي هو الذي يختارها بنفسه وبحرية كاملة. أشكرك جمال على أن ألتقي بك مجددا في الأسبوع القادم. تحياتي وشكرا لك. شكرا. صوت المنتدى. اسمحوا لي أن أبتدر مقال اليوم بقراءة لبعض السطور من الشيم السامية لشعبنا: صدق الشعب، الصدق والمروءة والجسارة والعفة، شعب النبل وحسن الطوية والتسامح والوفاء. نعم، الأسود تبقى أسود. كل امرئ راجع لشيمته، وإن تدثرها بغيرها حينا تجلدنا عقود لافحة للأكباد الزفرات والتنهيدات منا بعاد. ضاق المعذب ومل القاتل، فمن سجل مثل صمودنا. نحن أباء دون مغالاة، فثلاثة عقود عجاف جسدناها ونحن حفاة. إن شعبا يمتلك هذه السمات قد يؤخذ في حين غرة، ولكن متى استفاق سل القمم العوالي عن معالي، فالزمان لم يعرف للشعب الإريتري مع الضيم عناقا. هذا الشعب المعطاء الصبور تسربت من ثغرات نقائه مآسيه. هذا ما أصاب الشعب الإريتري. ما دفعني لهذه الأسطر رسالة مطولة من إحدى الشباب الإريتري بعثها لي، يقول فيها: لا يستحق الشعب الإريتري هذه المأساة الموغلة في إيذاء كرامته. ويبدأ حديثه قائلا: أنا أعني ما أقول دون مقدمات. لماذا قهرتني يا فخامة الرئيس؟ وثقت بك فغدرت بي، أكرمتك فتمردت علي،
وصفتك ذكيا نعتني بالغباء والسذاجة بل والعمل للأجانب. وهبتك كل ما أملك، حرمتني كل ما أملك. قبلتك ملء وجهك، صفعتني ملء وجهي. نعم، قهرتني يا فخامة الرئيس. اسمحوا لي إخوتي وأخواتي بسرد بعض من حكايتي، فحكايتي هي حكايتكم. احتلال إثيوبي فقط كلفة إخراجه من بلادنا كل تصور في الاستقرار والتنمية والنماء والأرواح وكرامة الإنسان. رغم كل هذا كانت النفوس راضية، فكم هو جميل أن تكون على موعد لحصاد جهدك وعرقك ودمك. لهذا أقبل الشعب من كل فج عميق، شيبا وشبابا، خفافا وثقالا، ليعانقوا حلمهم الجميل في السلام والاستقرار والحوار والوحدة ودولة القانون والرفاه. أقمنا مهرجانات للفرح، أذهلت القاسي والداني، انتشينا حتى الثمل فخرا بإنجازنا، والذي مهرناه بالمهج الغوالي. فبطردنا للاحتلال اطمأنت نفوسنا بانبلاج شمس الكرامة الإنسانية التي طالما ضحينا بالغالي لنحياها. لهذا تدرجنا بخطوات المطمئن المفعم بحسن النية وبعقل المحب الذي يقال إنه ناقص. فتداول قادتنا والشعب بقدر ما مسألة كيفية إدارة السلطة في البلاد. الإجابة البسيطة والمجربة حتى في التجربة الإريترية أن تكون طريقة إدارة شؤون الناس بالاختيار الشعبي. ولكن سطوة نشوء إنجاز الاستقلال ألهت الشعب، وسطوة نشوة الكرسي وإغرائه للنفس المعتلة أصلا نسجت خيانة وطنية عظمى. فتحول موعد الشعب الإريتري مع الشمس إلى خسوف. نعم، قهرتني يا فخامة الرئيس. استمعت إليك حتى انتهت الكلمات، وعندما طلبت منك الاستماع إلي غضبت وقلت هازئا: من أنت؟ ووصفتني بالقاصر. ثم هدأت نبرة صوتك وأردفت قائلا: كل ما سنفعله لن يكون إلا في صالحكم، فالاستقلال ما أنجزناه إلا لتكميم أفواه الشعب. يا فخامته، صبرنا طويلا لأكثر من 20 عاما، فأيقنا تماما أن أقوالكم تنافي أفعالكم. نعم، قهرتني يا فخامة الرئيس. عندما أقابل أقراني من شعوب الأوطان الأخرى كنت أفاخر أمامهم بكل عمري حتى في ظل الاحتلال بأنني إريتري. وكيف لا؟ فشعبي كريم الطبع، عفيف النفس واللسان، مسالم جسور، عادل ومتسامح، لا نواحا ولا ثقيلا مستجديا، لا يهتم بسفاسف الأمور، الكرامة غايته، الفعل نبدعه والقول يعينا. من هذه القيم السامية والأصيلة في طبع شعبي قذفت بي متسولا مستجديا لرحمة الشعوب الأخرى، لاجئا ذليلا. فمن أين رضعت الطباع التي لا تشبهنا يا فخامة الرئيس؟ ففي عهدكم يا فخامة الرئيس بدأت أخشى النقاش السياسي مع أقراني من الشعوب الأخرى، لكوني أخشى أن يسألوني كيف هو نظام اختياركم للرئيس. وهنا اسمح لي يا فخامة الرئيس أن أخبرك، رغم علمي أن هذا لا يهمك، لقد أجبرتني أن أجيب على سؤال أقراني وأنا مطأطئ الرأس، لأنك مسخت إنسانيتي بجعلك إجابتي على السؤال لا تليق بي كشعب، ناهيك أن تليق بشعبنا الذي قدم كل شيء بسخاء ليصون كرامته والمتمثلة في حقه بإدارة شؤونه بنفسه. ففي إجابتي تلعثمت يا سيدي، وبما أن الصدق فينا أصيل قلت لهم الحقيقة رغم مرارتها. قلت: عذرا يا أصدقائي، نحن لا نختار رئيسنا، بل هو يغتال أصدقائه ورفاقه وينصب نفسه رئيسا، وفرضها علينا بحجب المعلومة وتشويه الفكرة والقمع الأمني. رأيت الدهشة في الوجوه، وبلساعات الاستخفاف غزتني من نظراتهم رغم اجتهادهم في إخفائها.
فاستأذنتهم مغادرا حاملا كرامتي المجروحة. نعم، غادرتهم على عجل، مخافة أن يسألوني من أي كوكب أنتم، أو بالأحرى من أي كوكب هو رئيسكم هذا. وفي الحالتين قهرتني يا فخامة الرئيس، أوليس كذلك؟ حملت أسئلتي في ذهني، ذهبت وأنا أحاور نفسي، قدماي منهكتان أوصلتاني إلى مكتب اللاجئين. قلت: أنا إريتري. ردوا: تعرفنا عليك قبل أن تعرف نفسك، كثر هم أخوتك هذه السنة. بدأت أحكي لهم مأساتي، علهم يجدون لي خيمة. فجأة نهضت من جوارنا سيدة حسناء المظهر، يبدو أنها لم توفق في الحصول على خيمة، فتمتمت بكلمات فهمت منها: إريتريون إريتريون، ما لي أراكم عشقتم اللجوء؟ ألم نسمع أن بلادكم تحررت؟ اخترقت كلماتها جسدي ومزقت وجداني دون استئذان، كما لم تخترقني طلقة رصاصة كنت قد أصبت بها إبان الحرب الأخيرة التي فرضت علينا إشباعا لغرور فخامتكم. تجهمت فأطرقت لبرهة وجف حلقي، لكني تمسكت وقلت: إنه الدكتاتور، إنه الاستبداد. لم تهتم بردي، كل ما كان يزعجها إنني زاحمتها في طلب خيمة. قهرتني يا فخامة الرئيس. سئلوا أطفالي في المدرسة: ما هي صادرات بلادكم؟ أبنائي كنت قد أشبعتهم ببطولات الشعب إبان الكفاح المسلح، فلا شيء آخر لإشباعهم به. فصفعوني أبنائي بالسؤال. اسمح لي أن أصفعك بذات السؤال يا فخامة الرئيس. ماذا أقول لأبنائي؟ هل أقول لهم نحن نصدر الشباب والشابات عبر الصحاري والمحيطات بكل الطرق غير الشرعية؟ هل أقول لهم نأخذ الضرائب من سماسرة التهريب وبائعي الأعضاء البشرية؟ أم أقول لهم نحن لم نتجه بعد للإنتاج لأننا تعطلنا بالحروب التي فرضت علينا من أمريكا وعملائها؟ ماذا أقول لأبنائي؟ حتى أبنائي قهرتهم يا فخامة الرئيس، ومزقت الصورة الزاهية للوطن في مخيلتهم. بينما أنا في هذه الحال تذكرت إنتاجك الإبداعي ذات الماركة العالمية. الكلمات في واد والفعل في واد آخر، كقولكم ديمقراطية وعدل، وفعلكم ديكتاتورية وظلم، وقولكم شعبية ونزاهة، وفعلكم فردية وفساد، وقولكم الحفاظ على أمانة الشهداء، وفعلكم خيانة أمانة الشهداء. بتضحياتنا الغالية للتحرير كنا قلادة جيد لدهر انفرطت بأنانيتكم يا فخامة الرئيس. نعم، قهرت شعبا عظيما يا فخامة الرئيس، فلا قهر يفوق سرقة أحلام الشعوب في التحرر. بقلم الأستاذ محمد علي موسى.
صوت المنتدى. الحوار ثم الحوار مسلكنا لتحقيق الغايات. تتوارد الأنباء من داخل الوطن بشكل متسارع، وتتحدث عن حراك شعبي بدأ يأخذ حيزا تنظيميا دقيقا لموعد صار قريبا، وقد لا يهملنا وقتا كافيا لترتيب أوضاعنا نحن كقوة وطنية معارضة، لأننا لازلنا نوجد في مساحة تاريخية وسطى ومزعجة ومبهمة ومثيرة، تراوح مكانها بين مرحلة صارت في إرشيف التاريخ، وأعني بها مرحلة الثورة العارمة، وبين مرحلة الدولة التي لم يكتمل مشروعها نتيجة لتسلط مجموعة صغيرة على الأرض والعباد، والتي تحتكر العنف لتحقيق أمن القائد الأوحد وتقضي على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، ذلك الحلم الجميل الذي راودنا لسنوات طويلة. تلك الدولة المدنية التي من المفترض أن يشارك كل مواطن في تسيير الفضاء العمومي لحريته فيها من خلال التزامه الحثيث بقضايا المجتمع. لقد أراد النظام تحويل الشعب الإريتري صاحب النضال التحرري العريق إذن إلى كتلة سكانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارق أو المفرغ من وقع التاريخ بلا رحمة، تحت مسميات شتى، ومنها الثورة تحديدا، وإن كانت الأسماء الأخرى ليست أقل شأنا من قبيل السيادة الوطنية والوحدة والويانة. والسلسلة طويلة، وذلك خدمة للقائد الأوحد والحزب الأوحد وشعاره الأجوف: شعب واحد وقلب واحد. إن مواطن الدولة الوليدة قد انقلب في الأثناء الزعامية السياسيوية إلى ذرة تابعة للزعيم تسجلها السلطات الأمنية في إرشيفها المركزي، وتحولها إلى رقم وبصمة ووجه. هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته، تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح مواطنا، أي شريكا في ذلك الوطن الذي تم الإعلان عنه كأغليم مغلق وسجن رهيب ومخيف باسم السيادة، التي تحولت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعبنا الذي لا يستطيع أن يمانع، أن يقاوم، لا من الداخل فيقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن يقاوم من الخارج لأنه سيحمل وزر الاستقواء بالأجنبي، وبالتحديد العمالة للويانة وأمريكا والغرب، والسلسلة أيضا طويلة. هذه هي لعنة الأسماء التي استعملها السلطان السياسي استعمالا نسقيا ضد شعبنا. ربما نحن لا نتذكر منها عادة إلا دلالاتها الوطنية، وكان علينا أن نسأل لماذا، رغم أن السؤال بلماذا كان محور حديث الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعد حركة 21 يناير المجيدة أضاف إليها اسما آخر، وهو الدلالة الطائفية. والحال أن الدلالة الكارثية للهوية لا هي وطنية ولا يحزن، بل هي أمنية. لقد تم الزج بالأفراد في أكياس صلبة تشرف عليها أجهزة قمع شديدة التنظيم والمركزية، وقادرة على المراقبة والتجسس والأرشفة طويلة الأمد بكل الوسائل المادية والورقية والرقمية والبصرية والسمعية إلى آخره. في ظل هذا الجو الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية، كدنا نصدق بتحول شعبنا إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأي توقيع كبير، إلى أن حملت إلينا الأنباء هذه الأيام بهذا الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل بوعي ويتبوتق في خندق الرفض والاعتراض والمقاومة. وكما يقال فإن الغيث الهادر يبدأ بقطرة، أو كما ينشد أبناء المليون شهيد في وثبتهم لنصرة فريقهم الوطني في مدرجات الملأة: هذه البداية ما زال، فإن الواقع أصبح أكثر تهيئا لإحداث التغيير المطلوب. إذن
ربما يعتقد المرء للوهلة الأولى أننا في المعارضة الخارجية نسلك إذا حريتنا السلوك نفسه الذي نسلكه مع بعضنا، ذلك بالنظر لواقع الفعل السياسي المزري والمتمعن في ذلك الشحن الغارق في رؤى هلامية لدى أدواته التي تستهلك من الطاقة والوقت في جدل يشبه في عقمه ذلك الجدل البيزنطي حول من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة. وقد يكون فيما يذهب إليه هذا أو ذاك صحيحا، ولكن رغم ذلك لدينا نحن الإريتريون إيمان راسخ بأن الحرية لا تكون بلا ثمن أبدا، ويختلف الثمن باختلاف الزمن والظروف، وفي كل مرة لكي نستحقها علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن عوضا عن تأجيله. يحضرني هنا قول الشاعر أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وفي هذا الإطار هناك العديد من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها من الإجابات الشافية، من قبيل أين نحن من معاناة شعبنا؟ وما هي الإسهامات التي يمكن أن نقدمها من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ وما وزر كل من تخلف منا أو حاول تخليفنا؟ وهل نحن قوم نستحق الحرية حقا؟ تتنازعنا في الإجابة على هذه الأسئلة خواطر مختلفة أو متناقضة حتى، فإننا نعتقد أن الإنسان كائنا من كان وفي أي مكان وجد يستحق أن يولد ويعيش حرا، رغم أن البشرية طوال تاريخها الحديث والقديم لم يكن فيها الإنسان حرا، حيث عاش تحت نير العبودية التي تطورت بأشكالها المختلفة بتطور أدوات الإنتاج وتنوع وسائله، إلى أن بلغنا هذه المرحلة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة. لكننا أيضا لا ننسى أن إرث الحرية يبقى للأجيال اللاحقة إن استحقته وحافظت عليه، كما هو في المجتمعات الغربية التي استطاعت عبر مراحل من الحوارات المستمرة في فترات زمنية متعاقبة من تثبيت مبادئ أساسية ذات قيم إنسانية عالية. مرة أخرى هي أسئلة قد تحتاج لمساحة أكبر مما تسمح به هذه السانحة، غير أنه يمكننا تحديد بعض المعالم التي قد تعيننا في تلمس السبل الصحيحة لإجراء حوار سليم وبناء يحلق بشعبنا في عوالم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بداية، إن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول القضايا الوطنية لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك، فإنها حالة إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري بين القوى السياسية، لما في ذلك من فوائد كثيرة وكبيرة. فعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، فيستفيد المرء من تلك الآراء والمناقشات التي تدعم رأيه وتنصره وتكون دافعا له للاعتداد برأيه وعدم الحياد عنه، أو قد تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه ومخالفة لوجهة نظره. وفي هذه الحالة يستفيد أيضا من تلك الآراء في تصحيح بعض آرائه وأفكاره الخاطئة إذا كانت آراء الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق وأدق من آرائه ووجهة نظره، وذلك بعد اقتناعه واعتقاده شخصيا بها. ففي نهاية المطاف لابد أن يصل كل من طرفي النقاش إلى محصلة نهائية يتفقون بها ومحطة نهائية يقفون عندها. ولكن ليس هذا شرط أو قاعدة في كل نقاش، فقد يكون هناك أكثر من رأي، وكل رأي من هذه الآراء صحيح ومنطقي، مع إنها قد تكون متضادة ومتضاربة في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو أن هذا الرأي المعين قد ينفع لظرف وموقف معين، ولا ينفع ويصح لموقف وظرف آخر. وهكذا فإن النظر إلى المسألة الواحدة قد يكون من زوايا وجوانب متعددة وكلها صحيحة ومنطقية، سواء كانت متفقة مع بعضها أو متضادة أو متضاربة، والذي يحكم صحتها وصوابها هو الظرف والزمان أو المكان وغير ذلك من العوامل المختلفة. إن مسألة أن يكون لكل منا وجهة نظره أو رأيه في حقيقة الأمر مسألة مهمة ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار،
أما أن يكون الإنسان على الحياة دون رأي يذكر فإنها حالة سلبية تماما، وتدل على ضعف شخصية الفرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يكون لنفسه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسه وما يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة. لابد في كل حوار أو نقاش يحصل أن يستند إلى قواعد وأسس ثابتة قوية، إذا ما توفرت فيه صار الحوار قويا بناء مثمرا ومفيدا تبعا لذلك. ومن هذه القواعد والأسس التي احتواها الفكر الإنساني ورأينا بفائدتها ما يأتي: أولا، لابد من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي في النقاش، وعدم الاستبداد بالرأي أو فرضه على الآخرين، وهذه مسألة غاية في الأهمية في كل نقاش. ثانيا، عندما يشتد ويحتد الصراع الفكري بين الأفراد وتلتهب حلقة النقاش بالآراء المختلفة المتضاربة وتبلغ أوجها، فلا بد من مراعاة استمرار وبقاء الود واللطف والتواصل بين أفراد النقاش. ذلك الاختلاف في الآراء ينبغي أن لا يؤثر على استمرار العلاقات الطيبة والمودة بين الأفراد، فالاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما هو معروف. فهذا النوع من الاختلاف يلزم أن لا يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد بين الأفراد، بل هو مدعاة لتنمية الأفكار والآراء وتكامل العقول وتواصلها. ثالثا، يلزم مراعاة عدم الاستخفاف بآراء الآخرين وأفكارهم أو الاستهزاء بهم مهما كانت أفكارهم خاطئة أو ساذجة. رابعا، عندما يكون لنا رأي معين ونكون مقتنعين به، علينا الإفصاح عن ذلك بكل ثقة واعتزاز وبدون تردد أو خوف أو وجل من ردة أفعال الآخرين حوله. خامسا، لابد أن تكون الأفكار والآراء المطروحة في الحوار مبنية على أسس سليمة ومستندة إلى أدلة وحجج قويمة ودراية حول الموضوع المطروح. سادسا، الالتزام بالموضوعية في النقاش بعيدا عن التطرف والعنصرية والانحيازية. وكل هذه الأسس تكون بدون فعالية إذا ما افتقدت إلى رؤية وطنية واضحة تكون نبراسا يهتدى به في حواراتنا. وقطعا ينبغي أن تحتوي هذه الرؤية على الثوابت الوطنية ومراعاة الخصوصية التاريخية والنضالية لشعبنا وتجربتنا الثرية، وبالتالي الاستفادة من تجاربنا السابقة للارتقاء بالفعل السياسي الإريتري إلى فضاءات رحبة. وفي اعتقادنا أن ثوابتنا الوطنية تتمثل في الآتي: الحفاظ على وحدة الشعب الإريتري ووحدة أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة الإريترية، الاعتداد برموزنا الوطنية. فإذا ما فعلنا الحوار بيننا، إذن سنقي شعبنا عواقب وخيمة قد لا تظهر لبعض السذج في هذه المرحلة نتيجة لغصور الرؤى. وقطعا لا يعني ذلك أن نحاور النظام لأنه لا يعترف بنا ولا بوجودنا كما ذكرنا ذلك في برامجنا السابقة. فضلا عن ذلك، ينبغي علينا ترتيب القضايا تراتبا رأسيا وفق أولوياتها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وهكذا نستطيع تجنيب شعبنا ووطننا ما يرتسم في مخيلة القائد الأوحد ومن تحلق به من الطفيليات وما يضمرونه من سوء تجاه الوطن والشعب والذي لم يعد خفيا. ونحن في إذاعة صوت المنتدى باعتبارنا إعلاما حرا ونزيها يسعى لتمليك كل الحقائق لشعبنا ويحاول الإسهام في إرساء دعائم صحيحة لحرية الرأي ومحاربة الإقصاء والتهميش بكل أشكالهما، سنعمل بجد وهمة من أجل بلوغ مرحلة الدولة الدستورية بكل ما تعنيه من مضامين ورقى. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، ناشطو جمعة التحرير يتحدثون عن معاناة الشعب من الداخل، مصادفات وخلافات بين طلاب كلية ماي نفحي، وحالة من التوتر إثر أنباء عن نشوب حرب مع إثيوبيا ومقتل 2 من طلاب الخدمة الوطنية أثناء محاولتهما الهرب من سجن بريما كانتري في بارنتو. تفاصيل الأخبار. في خطوة نوعية، أدلى نشطاء من حركة جمعة التحرير بلقاء صحفي مع كل من الصحفي البريطاني المعروف مارتن بلاوت والفرنسي ليونارد فينسنت، وبالتنسيق مع إذاعتي صوت المنتدى وراديو أرينا، بحديث من داخل أسمرة، حيث تحدث الناشطان سامي وتمزجن، وهي أسماء مستعارة حرصا على سلامتهما، تحدثا بإسهاب وشجاعة عن الأوضاع التي يمر بها شعبنا في الداخل والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تضيق على الشعب منذ سنوات طويلة. وردا على سؤال حول تزايد تدخل قوات الدمحيط الإثيوبية إثر التوترات الأخيرة في البلاد وإحكامهم الطوق حول أسمرة وضواحيها، قال أعضاء جمعة التحرير إن سكان أسمرة يتجاهلون بوضوح نداءات التدريب العسكري التي أعلنها النظام، وذلك في تعبير حازم منهم عن رفضهم لقرارات العسكرة الإجبارية للمجتمع. وأرجع أعضاء جمعة التحرير مسببات تزايد أعداد المعارضة الإثيوبية بضواحي أسمرة إلى رغبة الحكومة الإريترية في إخماد الرفض الشعبي المتنامي حيال القرارات الحديثة للتجيش العسكري الشعبي داخل أسمرة من خلال قوات المعارضة الإثيوبية الدمحيط. وتحدث سامي وتمزجن عن نشاطهما في جمعة التحرير وعن كيف أنهما كانا يتجنبان قوات الأمن وهما يعارضان محاولات التجنيد الإجباري. ويقول سامي: كنا ننام في الطرقات كالمشردين، وكان البرد قارسا، وكان رجال الأمن يمرون من فوقنا، وعندما يبتعدون كنا نقوم بوضع الملصقات على الحائط. وفي ختام المحادثة، أكد ناشطا جمعة التحرير أن الظروف القاهرة هي التي دفعت بهما إلى إجراء هذه المحادثة من داخل الوطن في خطوة شجاعة ومعبرة عن روح التضحية. وقال: من خلال هذه الخطوة نريد الإبلاغ عن المعاناة القاسية التي يحياها شعبنا الإريتري، وكذلك اختار النظام وإعلامه بأن هناك أبطال من مناضلي التغيير يناضلون لتعرية النظام القمعي من خلال تواجدهم في قلب المعاناة. وعلى صعيد ذات صلة، يذكر أن الحكومة الإريترية واحتواء لتداعيات كارثة لامبيدوزا كانت قد كلفت المعارضة الإثيوبية للقيام بحملة تجنيد إجباري واسعة النطاق للشباب الإريتري، وقياسا على ذلك وبناء على الرفض الشعبي الواضح والمتنامي لحملات التجنيد القسري، نجد النظام يتخوف من تحول الصمت الغاضب للشعب الإريتري إلى انفجار. لهذا قد وضعت قوات المعارضة الإثيوبية في حالة استعداد قصوى لمجابهة احتمال الانفجار الشعبي المتوقع. شهدت كلية ماي نفحي الأسبوع الماضي خلافات كبيرة واسعة بين الطلبة من أبناء عامة الشعب وبين الطلبة من أبناء كبار المسؤولين في النظام الحاكم. وتأتي هذه الخلافات التي تدخل فيها كبار المسؤولين بإرسال وحدات عسكرية إلى الكلية لتهدئة الأوضاع، تأتي على خلفية فضيحة أخلاقية تعرض لها أبناء مسؤولين كبار، مما جرى ردة فعل شرسة أدت إلى التدخل بقوة لفض هذه الخلافات. ويذكر أن أبناء المسؤولين كثيرا ما يزاودون على أقرانهم بأنهم أكثر أحقية في البلاد لما قدمه أبائهم من خدمات سابقة، بينما يدافع أبناء عامة الشعب بالقول بأن الكل دفع وما زال ثمنا غاليا من أجل هذا الوطن والكل له حق فيه. هذا ولا تزال وحدات عسكرية ترابط حول الكلية تحسبا لتجدد الخلافات بين الطلبة. تشهد البلاد نوبة من التوتر والقلق العام إثر انتشار أنباء عن احتمال خوض النظام أسمرة حربا مع إثيوبيا في منطقة عصب، وقد أدى هذا الهلع إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك في أسعار المحروقات والمواد الغذائية خاصة، نتيجة لإقبال أعداد من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبا لما قد تؤول إليه الأوضاع في حالة نشوب الحرب المدعاة.
وفي الإطار نفسه شهدت ضواحي مدينة تسناي نشاطا متزايدا في عملية سحب وإبدال العملة المحلية النقفة من البنوك بالجنيه السوداني تحسبا من الأوضاع القادمة. قتل 2 من طلاب الخدمة الوطنية أثناء محاولتهما الهرب من سجن بريماكنتري في بارنتو. وذكرت مصادر المنتدى أن النظام يستخدم السجناء الفارين من الخدمة الوطنية في عملية حصد المحصول الزراعي، حيث يضطر هؤلاء السجناء للمشي أكثر من 12 ساعة يوميا للعمل في جني المحاصيل. هذا ويحاول الكثيرون الهرب من هذه الظروف القاسية حتى لو كلفهم الأمر حياتهم. وفي سياق مشابه ما زال عدد الهاربين من قبضة نظام أسمر إلى السودان في تزايد مستمر وبوتيرة عالية، حيث أكدت مصادرنا وصول 288 شخصا إلى معسكر الشجرة في السودان الأسبوع الماضي، ومرور أعداد ممثلة إلى الخرطوم. وتقوم المنظمة الدولية للاجئين بتسجيل كل الوافدين من إريتريا بشكل دائم. صوت المنتدى. في نهاية هذه الساعة أعزائي المستمعين أشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم. لكم تحياتي أنا أمال علي وفريق العمل، وتصبحون على خير.